يا مساء الخيرات. من كام يوم كده خيرا لما جعله خير، الواحد بيقلب كده ولقيت بودكاست كده لعباس ابو الحسن وعمر طاهر. الحقيقه انا نظرا لان انا لست من المعجبين بعباس ابو الحسن افكر حضراتكم بيه، لان ممكن يكون الاسم يعني مش لاقط معاكم مع الصوره. عباس ابو الحسن ده اللي كان في فيلم مافيا، اللي كان بيقول عجبت لكم يا مصريين، اللي كان طالع الجزار الارهابي. هو برضو مؤلف الفيلم اللي عمل نقله كبيره في السينما المصريه، واللي خلانا نشوف مشاهد عظيمه عمرنا ما يعني مش عمرنا بس ما كناش شفناها بالكميه دي وبالزخم ده. فيلم ابراهيم الابيض، هو المؤلف بتاع فيلم ابراهيم الابيض اللي كان فيه اكبر نسبه يعني، او كان كل مشاهده كلها عنف ودم وسواطير وسلاح ابيض وبلطجه وحاجه عظيمه جدا يعني. هو ده الاستاذ ابراهيم عباس ابو الحسن. كان معاه الكاتب عمر طاهر، وكانوا بيتكلموا في اكتر من موضوع، يعني بودكاست تقريبا حوالي ساعة مثلا او 50 دقيقة، يعني طويل بصراحة. وانا نظرا لاني ما بحبش اتابع عباس ابو الحسن، لان هو يعني الحقيقة مختلفين في الاراء، يعني هو محترم لنفسه والله يسهله. ولكن كنت كلمت حضراتكم قريب جدا كان على كلامه على محمد صلاح، لما اتكلم على ان كل واحد بيختار مكانه في التاريخ، وان محمد صلاح اختار ان هو الناس تحتقره وان التاريخ يحتقره وان الناس مش عارفه ايه والكلام ده كله، عشان مرضيش يمضي الواحد على العلم بتاع فلسطين. يعني المهم ما علينا، في حلقه هسيبها لحضراتكم تحت فيها التفاصيل دي كده، كنا اتكلمنا عن الموضوع ده. طبعا ده غير رايه على موضوع قافله الصمود واسطول الصمود وان هو بيدعمهم، ده غير رايه على اليمن، ان اشرف 3 دول موجودين او اشرف 3 شعوب منهم اليمن، او افقرهم، هو قال افقر 3 دول منهم اليمن، ولكن اليمن اشرفهم. اليمن اللي هو الحوثي عشان بيضربوا، كانوا قافلين باب المندب عشان كانوا بيضربوا في اسرائيل اللي هو ما اتاثرتش ولا حصل اي حاجه، وكان شايف ان هم اشرفهم، وما كانش شايف ان هم اضروا قناه السويس ولا الكلام ده كله. فالحقيقه ليه بعض الاراء كده اللي الحقيقه يعني ما تصدرش من حد محب لوطنه. وطبعا هيطلع حد دلوقتي يقول لي انت حكمتي على الراجل، لا ما حكمتش، اراءه هي من حكمت عليه. المهم بعيدا عن ده كله ومش قصتنا، الأستاذ عباس أبو الحسن بعد ما كان بيتكلم على الكتابة إذ فجأة تحول إلى الشاورما السوري، وقد إيه الشاورما السوري أو السوريين جم مصر ونجحوا وعروا المصريين زي ما حضراتكم تسمعوا كده. الحاجه التانيه بقى انه موضوع الترند والفود بلوجر والاعلان عن المطاعم والحاجات دي جننت الناس برضه، خلت انه في عربيه فول حلوه حد راح عمل عليها تقرير، فالناس كلها جريت عليها فباظت. محل لانه ربما كان كباسي قدرته كانت على اضطر يعني في زحمه نجاح مش قده فباظت منه. فهو في زيطه ليها علاقه بموضوع الاكل، يعني مش محدش بيعمل الاكل بحب قوي غير اماكن قليله ومستخبيه ومش هقول عليها عشان ما تتحرقش يعني. صح، برافو عليك. لكن الباقيين لا، الباقي بيجري فيه ترند وفيه خناقه وفيه موضات وفيه حاجات تانية يعني. ومن الامثله الباينه قوي دلوقتي انه الاخوه السوريين جم مصر يعني هاربين لاجئين، معظمهم معهمش فلوس خالص، اشتغلوا في شغلانات بسيطه، عملوا شويه حاجات حادقه شويه حاجات حلوه كانت عظيمه جدا وكنا بنشتريها منهم، ثم اشتغلوا في مطاعم مصري ما كانتش شغاله ابتدت تشتغل، بقى هو بقى مأجر المحل، بقى صاحب المحل، بقى فاتح 3 محلات جنبه. ايوه. والمصري قاعد الناحيه الثانيه بيحقد عليه وبيشتم فيه عشان عرقه قدام نفسه يعني. اي طبعا. ايه ليه بقى ليه يعني ايه الفرق؟ ليه احنا مش عارفين في حاجات اساسيه جدا مش عارفين نعملها؟ هقول لك الحاجه، ده هم مش بس اشتغلوا، ده هم كمان اعتقد ان هم اخترعوا الاكل اللي ينجح في مصر. يعني انا رحت سوريا 8 مرات، يعني كان نفسي اروح دي. اقسم لك ان انا في ال8 مرات دي ما اكلتش شاورما. يعني في ال8 مرات اللي رحت فيها سوريا مش فاكر ان انا الشاورما دي كانت حاجه مهمه ولازم اكلها بسبب الحاجات التانية عظيمه. في حاجه تانية كتير وحاجات مهمه وحاجات لطيفه واكلهم هم بسيط بس كله طعم يعني. فكل ما اقول الشاورما السوري لهم يا جماعه انا لفيت في سوريا كويس، ما شفتش سياخ الشاورما دي كلها، انا ما شفتهاش يعني، ما شفتهاش في سوريا نفسها. فهم جم يعني بيعرفوا ايه من سوريا الشاورما، فعملوا لنا الشاورما السوري يعني ومشيت معانا. لكن هي مش حاجه يعني نمبر 1 هناك، ولا هي الاكله الاساسيه. اقسم بالله 8 مرات مش فاكر ان انا شفت حد واقف بيقطع شاورما قدام السيخ ما شفتهاش المشهد ده يعني. فهم شاطرين واشتغلوا في صمت ونجحوا وشغلوا ناس حواليهم، فيعني فطبيعي انك انت يعني تنافس منهم يعني. هم كمان عشان القيمه بتاعت الخدمه وانه يبقى عنده زبون قيمه كبيره جدا طبعًا جدا، فبحطه على راسه مهما كبر. في مصريين بقى يبداوا كويس، اكلهم حلو، بيخدموه كويس في الاول، كبروا جدا، انت ما بتحطش حد منهم سندوتش. ايوه صحيح. يعني بص
ده كان كلام عباس ابو الحسن وعمر طاهر مع حفظ الالقاب ان وجدت، لما اتكلموا على المصريين وان المصريين ان السوريين تواجدهم في مصر عرى المصريين. ولكن مثلا ما سمعش واحد او ما سمعش لما اتقال ان الناس دي كانت جايه في الطيارات بتاع قطر ازاي ومين بيدعمها والدعم الاخواني للسوريين اول ما دخلوا مصر. طب ما شفتش جامع الحصر يشهد عليهم؟ طب ما شفتش الحلويات السوريه اللي كانت على كل ترابيزه على كل ناصيه على في الشوارع المصريه؟ وده لا يعيبهم، الاكل الشغل الشريف وكل واحد ياكل بشقاه والكلام ده كله. والمصريين عشان شعب جدع، عشان شعب جدع مش عشان شعب عرياني عباسي ابو الحسن، عشان شعب جدع كان واقف مع الناس دي من باب ايه؟ الجدعنه، من باب ان الناس دي تلاقي تصرف، من باب ان الناس دي ضيوف عندنا، من باب ان الناس دي احنا واقفين معاها، من باب من باب من باب من باب من كل البيبان دي احنا اتكلمنا فيها. وفي الاخر شفت ان هم عرونا وكشفونا وان احنا بنحقد عليهم ايه؟ عشان سيخ شاورما. واستاذ عمر طاهر زي ما سمعتوا يقول له ايه؟ انا رحت 8 مرات ما شفتش اكل ايه اللي بتتكلم عليه؟ المطبخ المصري. لان هم كمان كانوا اتكلموا شويه تفاصيل كده على المطبخ المصري، ان هم بيروحوا اماكن وليها اسم ولكن يعني الاكل مش مستاهل قوي كده، وان في اماكن خدت شهره بس عشان بيعمل للملوخيه زفه يا راجل ده الكشري بتاع ابو طارق بقى علامه، ده السفارات والوزراء كله بيجي ياكل عند ابو طارق. محل كشري ابو طارق بقى ترند في العالم، بقى علامه، بقى كل اللي يجي لازم كده يعدي على كشري محل واحد. فكل المطبخ المصري ما عجبكوش وعجبك السيخ وتقول ان احنا كشفونا؟ الحقيقه لو على اللي عرى واللي كشف فهو المواطن المصري والشعب المصري هو اللي عرى المنطقه كلها. المواطن المصري هو المواطن وهو الشعب اللي بين المنطقه كلها ان انت منطقه ما فيكيش حد خايف على بلده، هي منطقه ما فيهاش حد خايف على بلده. في وسط الربيع العربي وفي وسط الخيبه العربيه وما يسمى بالربيع العربي، الشعب المصري وقف كتف في كتف ووقف ايد بايد ووقف مع بعض عشان يحافظ على البلد دي. فان كان البلد دي في جيش حافظ عليها فكان في شعب في ظهر الجيش وحافظ على البلد دي. ما هربناش وسبناها، ما سبناش اراضينا، ما سبناش بلدنا، ما سبناهاش للاخوان. واظن وده مش بعيد عنكم ان ما فيش بلد دخلها الربيع العربي وفلحت، وان هم يعني شفنا لهم قامت لهم قومه. فالنهارده نلاقي ان الاستاذ عباس ابو الحسن وعمر طاهر شايفين ان السوريين بسيخ الشاورما عروا المواطن المصري. ما سالوش نفسهم مثلا الفلوس دي كلها منين؟ وشيء غريب ان النهارده انت بعد كنت ما بتأجر محل النهارده بقى عندك، بقيت صاحب المحل النهارده بقى عندك فروع. مين يا كباتن، مين يا ناس النهارده بيبقى عنده محل وفي خلال 2-3 يفتح 5-6 فروع تانية؟ طب ده كان لسه قريب في 100 حاله تسمم من محل اكل شاورما، من محل اكل سوري، وكانت موجود 100 حاله تسمم وكان في منهم حالتين وفاه. ده غير طبعا الاكل يعني بعض كثير من المحلات بقى اللي كان اكل فاسد وفراخ بايظه وده وده وده. لكن انتوا سبتوا المطبخ المصري كله وشفتوا ان الشاورما السوري هي اللي عرت المواطن المصري، مش ان المواطن المصري اللي معري المنطقه كلها وبيقول يا منطقه ما حدش فيكي واقف على رجل غير المواطن المصري والشعب المصري بفضل الله والشعب والجيش. ما حدش شايف الكلام ده. المواطن المصري اللي حتى لما كان بيركب اللي هي القوارب الهجرة غير الشرعية ما كانش بيبقى طفشان من بلده عشان في حرب، ما كانش بيبقى هربان من بلده عشان فيها حرب، كان بيبقى رايح ياكل عيش وبيروح وبيرجع وبيبعت لأهله فلوس عشان يستر اهله في مصر، عشان يساعد اهله في مصر. ما كانش بيسافر ويسيبهم، يعني ما كانش بيهرب ويسيبهم، ما كانش بيدور على كباري في كل حتة عشان ياخد جنسية ويبيع القضية. ما شفتوش الجرائم اللي بتحصل في كل دولة؟ طب ما شفتش الاقفاص اللي اتحطت في تركيا؟ ما شفتوش الكلام ده؟ شفتوا ان سيخ الشاورما عرى المواطن المصري؟ ما شفتوش نبيل نعيم لما كان بيتكلم على الطيارات اللي جايه من قطر ومين بيدعمكم جمعية في اخوانية موجودة في تركيا؟ ما لفتش نظركم عدد السلاسل بتاعت المحلات، ما لفتش نظركم اي حاجه. ولكن طبعا اللي يدعم قافله صمود ويدعم اسطول الصمود ويدعم الحوثي ويدعم، منطقي جدا ان هو يدعم السوريين اللي موجودين في مصر، مش عشان محبه خالص. هو القصة قصة تانية خالص. هقول لكم ايه القصة. القصة النهاردة ان القوميين المصريين او من سموهم الاخوان واليساريين وكل مدعي حقوق الانسان وان هم انسانيه والكلام ده كله، سموهم كمة طيار
وصاعد، والقوميين المصريين تيار وصاعد. المصر للمصريين والمصري اولى بقت حراقه قوي. يعني انت النهارده يا عباس يا ابو الحسن لما قلت مقاطعه، التعليقات عندك كانت خير ودليل لما الناس قالت لك المصري اولى. انا النهارده الدوله المصريه بتعمل لغزه وبتعمل وتفاوض وبتبعت مساعدات ومدخله اليات تقيله ومدخله عدد تقيله عشان تطلع الجثث والكلام ده كله. فانا كمواطن مصري انا هدعم المصري اللي زيك. التعليقات وجعتك، واظن ان اي حد موجود على اكس بيبقى عارف كويس قوي تيار القوميين المصريين او كلمه قد ايه هو ما بيهموش غير مصر. فطبعا انت النهارده لما تيجي تقول اصل السوريين اصل ايه، طبعا الكلام ده كله نوع من انواع ايه اللي هو انتوا مالكوش لازمه. انتوا مالكوش لازمه اللي بيقولوا مصر للمصريين وكل واحد يرجع على بلده، ده انتوا مالكوش لازمه. السوري عراك يا مصر. السوري عرى الدونيين والمنبطحين والغير منتمين لهذه الدوله اللي اشك ان عروقهم بيجري فيها دم كده وجينات مصريه. دي الفئه الوحيده اللي عراها السوري، فئه المتدنيين والمنبطحين. لكن المصري طول عمره كبير وطول عمرها بلده وطول عمره موجود فيها. لكن النهارده لما تيجي تقول لي محل الشاورما عرى المصري، لا اسمح لي الحقيقة، عشان بس موضوع العادات والقيم الأسرية الواحد بيحاول يحافظ كده على الهدوء. ولكن أنا أتمنى أن أنا أرد الرد اللي برده على أولادي لما بيكونوا عاملين غلطة كده وهم صغيرين، لما كنت بحدفهم بحاجة كده وتيت تيت 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 كده للصبح لما أكون بتخانق. لكن الحاجات دي ما ينفعش الواحد يقولها كده على الهوا. ولكن كنت أتمنى أن أنا أقول رأيي بمنتهى الصراحة في اللي شايف أن السوري بسيخ الشاورما عرى المصري. ولكن زي ما بقول لحضراتكم سيخ الشاورما عرى المتدني والمنبطح والغير منتمي واللي بيجروا في دمه او بيجري في عروقه دم ميه، صح؟ ميه ساقعه لا طعم ولا لون ولا ريحه. وتحيا كيمت وتحيا مصر ويحيا الجيش المصري ويحيا الشعب المصري اللي عرى المنطقه كلها. وزي ما بنقولها دايما ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم جميعا يا رب. ارضي وانا حر فيها، ولا تلومن الا انفسكم